اللي بتشوفه ده يا صاحبي فوز النادي الاهلي على فريق يانج افريكانز بنتيجه 1-0 في الجوله الاخيره من عمر بطوله دوري ابطال افريقيا. الفوز اللي مفيش اي حد يقدر يختلف عليه انه كان مهم جدا في حصد 3 نقط اخيره في صراع صداره النادي الاهلي ووصوله للصداره بالفعل على حساب فريق يانج افريكانز، عشان زي ما قلنا في حلقه امبارح يتجنب مواجهات ممكن تتاجل لدور ربع النهائي. فوز الكل اتفق على الهدف بتاعه، لكن ناس كتيره جدا اختلفت على شكل واداء النادي الاهلي اللي ظهر بيه طول ال 90 دقيقه، وهل كان اداء كويس ولا اداء اقل من المتوقع. عشان كده في حلقه النهارده جاي اقول لك انا مع مين فيهم بالظبط، واحنا بنشرح النقاط الايجابيه والسلبيه اللي ظهر بيها النادي الاهلي النهارده. لكن في البدايه وقبل اي حاجه دعاء لاخواتنا في فلسطين بنص قريب يا رب، اللهم ارحم كل موتانا جميعا وارحم ابي. ويلا بينا على طول بدون تفاصيل او مقدمات كتيره. النهارده النادي الاهلي بدا بتغييرات كبيره جدا على مستوى التشكيل، وصل في القوام الاساسي للنادي الاهلي اللي اختلف عن مباراه بلديه المحله لسبع لعيبه بالتمام والكمال. هل ده كان ممكن يعمل مشكله النهارده؟ بصراحه انا استغربت. ليه؟ لان كان في عدم انسجام النهارده وعدم ربط ما بين اللعيبه اثر بوجود الى كم ده بسبب التغييرات. هل ده كان سبب اساسي؟ لا، ده ما كانش سبب اساسي، لان ببساطه اللعيبه دي لعبت مع بعض كتير قبل كده، ماتشات كتيره جدا شفنا موديست بيشارك جنب تاو، موديست بيشارك جنب الشحات بيلعب مع تاو. فنقطه ان كان في لعيبه النهارده مش رابطه مع بعض ده كان عامل غريب جدا، واكيد اثر على خطه كولر في الشوط الاول. ايه هي خطه كولر في الشوط الاول وليه لعب بالكم ده من التغييرات وكان هدفه ايه تحديدا؟ انه يحرق فريق يانج افريكانز من ابرز مميزاته والسر المهم في نتائجهم المبهره خلال الجولات اللي فاتت، واتكلمت عنه في حلقه امبارح، انه فريق بيضغط بشكل كبير جدا بكل العناصر بتاعته، بيتقدم بكل العناصر بتاعته، وبيعتمد على الضغط على الاطراف والمساحات اللي بتبقى موجوده ما بين قلب الدفاع وما بين العناصر خط النص. فعاليه مارسيل كولر بطريقه ان هو نازل بلعيبه كسوله شويه في تاديه المهام الدفاعيه، هو عايز منهم بس ان هم يكونوا ضاغطين على الاطراف. موديست كسول بطبعه هو كمان ما بيرجعش يدافع، وكمان وراهم خط نص بيحاول ان هو يضغط. هو ده اللي خلى النادي الاهلي مركز النهارده على فكره واحده يا جماعه، ان هو يحرم فريق يانج افريكانز من الكوره، يحرمه من المساحات، يحرمه اهم حاجه من التقدم. عشان كده شفنا النادي الاهلي بيعمل فاولات كتير، ضغط بعناصر كتير، رغم كده ما هاجمش على قد ما هو كان بيحرم فريق يانج افريكانز من الصعود بالكوره. اولا من الاخر مارسيل كولر درس الفريق دراسه جيده جدا ولعب على نقاط القوه بتاعتهم، والاهم يا جماعه وسر الفوز بالمباراه كان عارف اهم نقطه ضعف خاصه بيهم، لكن تعالى هقول لك عليها بعد شويه. النادي الاهلي قدر بعد شويه من الشوط الاول يطور اداؤه ويوصل لمرمى فريق يانج افريكانز، وكان قادر على ان هو يسجل مره واثنين وثلاثه. لكن كان عندنا مشكله زي ما قلت لك، الثلاثي اللي بيلعب قدام لعبوا كتير جدا مع بعض، لكن كان في عدم ربط غريب جدا ما بينهم، كان في ديلي ما بين كل لاعب والتاني، التايمنج ما بينهم ما كانش مظبوط. عشان كده تشوف لاعب بيلعب كوره اللاعب التاني ما بيلحقش يوصل لها، ما توقعهاش اصلا. ورغم ان النادي الاهلي اتيحت فيه فرص كتيره جدا ما قدرناش ان احنا نستغلها بالشكل ده، والشوط الاول ينتهي بنتيجه 0-0. ندخل بقى الشوط الثاني وندخل على ميزه مهمه جدا بقت موجوده في مارسيل كولر دلوقتي يا جماعه. مارسيل كولر احذر من اول 10 دقائق او ربع ساعه دي في الشوط الثاني. مارسيل كولر ابتدى يضيف انه بس مش بيركز في التغييرات على قد ما هو بيغير من عقليه اللعيبه ما بين الشوطين. نزلنا اول 10 دقائق استغلينا الميزه الثانيه اللي مارسيل كولر لعب عليها النهارده في نقطه ضعف خاصه فريق يانج افريكانز. حد خد باله انه من النادرا ان علي معلول مع مارسيل كولر في المباريات الافريقيه بيحرروا؟ علي معلول من اول الشوط يا جماعه الاول وهو محرر بشكل كامل، بيهاجم الجبهه اليمين بتاعت اوتو هولا الظهير الايمن لفريق نادي يانج افريكانز، هجومي ممتاز جدا لكن دفاعيا عنده مشاكل كبير. عشان كده قدر ان هو يهاجم الجبهه دي عن طريق علي معلول ويخترقها بشكل كبير، وخلخل اللعب وبرجله جدا بخصوص ان حسين الشحات بيكسر لجوه، وعلي معلول دايما من على الخط بيلعب عرضياته الخطيره جدا. وهو ده كان سر فوز النادي الاهلي او تسجيله للهدف الاول في الماتش، اختراق من علي معلول ورا اوتو هولا في الوقت اللي كان حسين الشحات دخل فيه لداخل منطقه الجزاء. بالفعل عرضيه، الشحات استلم الكره بمنتهى الهدوء وقدر ان هو يسجل هدف في هجوم واضح وصريح من مارسيل كولر على نقطه ضعف خاصه فريق يانج، قدر من خلالها يحسم النتيجه. لكن اقدر اقول لك بعد الشابوه دي لمارسيل كولر، التغييرات الكتيره اللي كانت موجوده النهارده كان ممكن نقدم اداء افضل من كده، وتحديدا لو كهربا كان موجود النهارده مكان موديست يمكن لاعب زي ما قلت لك كسول مرتكز اكتر داخل منطقه الجزاء، لكن كهربا بيعرف يهاجم المساحات وكان يقدر يعمل ضغط اكبر على فريق يانج افريكانز. دي ملاحظتي بالنسبه لتشكيل النادي الاهلي النهارده. لكن ابرز ايجابيه النهارده في اداء النادي الاهلي يا جماعه مصطفى شوبير عامل الامان الجديد اللي اضيف للنادي الاهلي، يخليك دايما مطمن ان الكره وهي بتوصل لمرمى النادي الاهلي في سند ليك ظهر يا جماعه. مصطفى شوبير واحده من ابرز المميزات بتاعته هو مش بس ارتقاءاته للكره العرضيه، ارتقاءاته او الجامب بتاعه على زاويه من الزوايا، ووقوف مصطفى شوبير تحت الثلاث خشبات سهل عليه مهمه لقطات كتيره جدا ممكن تعدي
تعدي عليك انها بسيطه، لكن على اي حارس تاني لو بتتشاط حتى بره ال3 خشبات كنت هتشوف تشنجات، كنت هتشوف نطات من هنا لهنا وشقلبه. لكن شوبير دايما وجوده في المكان المناسب بالنسبه للكره اللي بتتسدد عليه كان ممكن بيكتفي في لقطات كتيره جدا ان هو بيبص لها وهي خارجه بره ال3 خشبات بمنتهى الهدوء، بالاضافه لخروجه المميز جدا من الجون في اكتر من لقطه حصلت النهارده. فان كانت دي ابرز النقط اللي حبيت اتكلم عنها في ماتش النهارده. قول لي رايك في التعليقات، مين نجم الماتش، مين اقل لاعب في الماتش، تقيم مارسيل كولر كام من 10 وبس. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. معانا بعد شويه حلقه على القناه الكبيره ان شاء الله عليها اهم اخبار النادي الاهلي، واشوفكم على خير. شكرا ليكم ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله.